الملعب النادي ديالنا الوزيز كاين مجموعه ديال المنطقتين علميه حضاريه. كنتفاجئوا ان الملعب كيتسد في الوجهه ديالنا بناء على امر من عند السيد الرئيس. بصراحه هادشي تفاجئنا به وهادشي كيحز في النفس لانه مؤسسه المنخرط كان بواحد الشكل غير مرغوب فيه. من بعد درنا طرق ديالنا خاصه باش حاولنا اننا ندخلوا الملعب. دخلنا الملعب كان مبرمج انه يكون واحد اللقاء ودي ما بين يوسف برشيد وما بين الرجاء. في اخر لحظه هذا الماتش هذا تيقولوا بانه ما بقاش ملعوب. لقينا السي محمد فاخر اللعابه لقيناهم دخلوا من استودع الملابس. تكلمنا مع السي محمد باش نشوفوا شنو المشكل اللي كاين وقلنا له باننا جينا هنا باش نبينوا لك على حسن النيه ديالنا كمنخرطين، لان هادشي اللي كنعيشوا فيه كاملين راه ماشي في المصلحه ديالنا جميع. وجينا باش نطلبوا منك الله يجازيك بخير انك تجمع لنا عاود الجروب، تحاولوا انكم ديروا التدريب ديالكم بشكل اعتيادي وتدخلوا للبطوله، لانه حنا رحنا لاعبين على البطوله وما يمكنش نبقاو في هذه الحاله. اذا بينا كيقول لنا السي محمد بانه كاين 7 اشهر ديال المشاكل وانا اللعابه راه ما يمكنش نجمعهم اليوم ونجمعهم غدا، لدرجه انه اللاعبين كيتسالوا واحد المجموعه ديال المنح وواحد المجموعه ديال المنح حتى ديال الاشطر وكذلك بعض الرواتب الشهريه. الميساج ديالنا كان واضح مع السي محمد الا وهو نزيدوا الفرقه لقدام، وهذه المشاكل حنا راه قادين بها. المشكل ديالو هو راه غادي يصبر بانه راه رزقه حتى هو راه ما غاديش يضيع فيه، ولكن اللي كيتبين وكيف ما كيشوفوا الساده المنخرطين على ان هاد الناس متاثرين بواحد الشكل كبير، لانه لا يعقل انهم يجيو اللعابه باش يترينيو الطاقم التقني وما يلقاو حتى واحد من المكتب المسير. حشومه باش راه جاب التسيير بالتليفون، حشومه ما كاين لا رئيس لا مكتب مسير لا اعضاء. واش هاد الناس هادو طايحين من السما غادي يبقاو يترينيو ريوسهم ويمشيو ريوسهم؟ على الاقل الا الناس كانوا كيتسالونا بعض المنح او بعض الاجور وهذا، على الاقل نكونوا معاهم بسيشيكمون. راه هما منا وحنا منهم. وخاصه هاد الفرقه هذه ما تلعبش غدا ولا بعد غدا. كيفاش غنكونوا حنا كرجاويين؟ بصراحه راه حنا تنبكيو من الداخل. هادشي راه تيحسر وهادشي راه ميمكنش نزيدو فيه القدام. صرور اللي دخلتوا الملعب. بالنسبه للسيد الرئيس حنا راه كنوجهوا ليه رساله على انه صاحب الثقه راه كانت من مجموعه من المنخرطين، وهاد المنخرطين هادو راه معروفين كل واحد بالاسم ديالو، والتوقيعات كانت ديال الاخوه المنخرطين كاملين. وبالنسبه للمساله ديال الثلثين ما الثلث، انا نحب نوضح على انه التعديل اللي كان داروا المكتب السابق وحنا ما غاديش نمشيو مع التعديل هذا ديال القانون الداخلي، حنا غنمشيو مع القانون الام ديال الجمعيات ديال 58 اللي كينص على انه للمطالبه بعقد جمعان استثنائي يكفي النصف زائد واحد من المنخرطين، يعني من برلمان الفريق، باش هذا السيد ما يجاوبناش على الطلب ديالنا وباش يتعامل على الطلب ديالنا وباش يحبسنا من الباب ما ندخلوش. هادشي راه ما مقبولش جمله وتفصيلا. وحنا المحاضر والمساطر ديالنا القانونيه راه حنا درناها، الجامعه الملكيه راه معلومه بهادشي، وزاره الشباب والرياضه كذلك، مجلس الجهه، ولايه الدار البيضاء الكبرى، عصبه الدار البيضاء الكبرى، كذلك العصبه الاحترافيه. السيد اليوم خصو يستقل فورا، لانه ما بقيناش قادرين مازال نصبروا، لا حنا ولا الطاقم التقني ولا اللعابه ولا الجمهور ولا الفعاليات الرجويه ولا البرلمان ديال الفريق. الله يجعل شي بركه. انت رئيس راك واحد منا، ولكن الله يخليك خلي شويه ديال الاحترام بيناتنا. راه هادشي اللي وصلتينا ليه راه ما عمرو كان في التاريخ ديال الراجل. ومساله اخرى اللي نقول، وهو انه راه كاين بعض الاخوان اللي تيشوفوا في السيد الرئيس اليوم راه غادي يزيد بين 10 سنين لقدام. هذا الرئيس حنا راه ما تنقولوش فيه كلمه العيب، ولكن اليوم حان الوقت انه يحط السويرتات ويمشي يشوف شي حاجه اخرى، لان الرئاسه ديال الرجاء راه خاصها الرجل المناسب في المكان المناسب، خاصنا الامكانيات الماديه وخصنا بزاف ديال المسائل، وكل شيء يكون راضي على هذا الرئيس. وحتى هذا الرئيس اللي غادي يجي كاع كيف ما كان النوع ديالو كيف ما كان الاسم ديالو، راه الا جاو ما عجبش المؤسسه ديال المنخرط راه حتى هو غيوقع ليه هادشي اللي حنا فيه دابا. ماشي غادي نطلبوا على عمر ونطلبوا على زيد. الرجاء راه للجميع، المنخرطين اللي كتوفر فيهم جميع الشروط القانونيه يترشحوا، ما كاينش مشكل. وهذا السيد خصو يعلن لنا ابتداء من اليوم على التاريخ ديال عقد جمعان الاستثنائي، ولا ما اعلنش لنا على التاريخ راه عندنا مسائل اخرى اللي غادي نديروها، ومن بعد ان شاء الله راه غادي يبان لكم كل شيء. والسلام عليكم. نعم صغرور، في البدايه يعني تمنعتوا من الدخول للملعب، دابا حاليا كاينين في الملعب الوزيز، يعني شنو خرجتوا به؟ واش تلاقيتوا بالرئيس؟ لقيتوه مع من دويتوا مع من؟ هادشي راه قلنا حنا ما تلاقيناش مع الرئيس، ما كاين حتى شي واحد في المكتب، ما كاينش الرئيس. اللي شفنا حنايا هو السي محمد فاخر،
السي محمد فاخر راه داكشي اللي قلنا ليه وقال لنا راه حنا سبق وقلنا للاخوان كيف ما باش ما نعاودوش نديروا تكرار. المسائل راه حنا غنديروها قانونيه، وراه كاين محضر اللي تسجل بالواقعه باننا جينا للملعب وتحبسنا في الباب ديال التيران. بالنسبه للخطوه المقبله اللي غديروا، الخطوه المقبله غادي نتسناو الرئيس من اليوم الاثنين على ابعد تقدير. لما كانش هناك مع الاخوه المنخرطين ما لما كانش هناك تجاوب، الا ما كانش تجاوب غتكون مساطر اخرى. الاعلان ديال الجماعه الاستثنائي غيكون من طرف الجامعه الملكيه وكذلك الوزاره الوصيه والسلطات. البارح كان القانون فوق الجميع. البارح كان اليوم الثالث 3 ايام على التوالي اللاعبين ما كيترينيوش. الرابع اليوم حتى اليوم ما تريناوش. شنو هذا حق مشروع، لانه ما يمكنش في القانون ديال العمل ان يكون عندك واحد اجير وما تخلصوش. يقدر يصبر عليك اليوم غدا بعد غدا بعد غدا، ولكن راه ما يمكنش يصبر عليك 3 شهور و4 شهور و5 شهور، راه لا يوقع. ما يمكنش. الانسان كاين الوليدات، انا كنتضامنوا تضامن كلي مع اللعابه ومع الطاقم التقني، تضامن كلي، ولكن نسطر بالاحمر على انه اللعابه راه خصهم يترينيو وخصهم يشوفوا لنا البطوله امام. لحقاش حنا ماشي دابا في فتره راحه ولا ما عندنا البطوله، خصنا نزيدوا القدام وفيزافي الجمهور وفيزافي الساده المنخرطين والناس والراي العام. راه الناس راه تيشوفوا كل شيء. راه اللعابه ما خلاو ما داروا. راه قال السي محمد قال لك 7 شهور وحنا في المشاكل وهذا، ولكن حنا فرقتنا هذه راه ما يمكنش نتخلاو عليها. هذا الشيء اللي كاين الاخوان، والسلام عليكم واسمحوا لنا. شكرا.